بصوا يا جدعان، عمو لطفي واقف بيلعب وبيهيص وشغال يرقص صلصة. تعالوا كده ناخد البيتزا دي ونروح عند عمو بسرعة كبيرة جدا، ونروح نعمل فيه مقلب جامد جدا يا جدعان. بصوا انا بصراحة زهقت من الاغنية اللي بيغنيها وبيرقص. تعالوا كده نضربه بالبيتزا دي في دماغه. بصوا وهي سخنة، بصوا عمو داخ في الحال يا صحابي. النهاردة بقى يا جدعان عيد ميلاد عمته. بصوا جايبة تورتاية كبيرة جدا وشمع شرار كده وعاملة احتفالية وجايلها هدايا كتيرة جدا، ومش راضية يا صحابي تديني حتى حتة من التورتاية. تعالوا كده ندخل عند عمته ونشوف كمية الهدايا اللي جاي لها. بصوا واقفة جنب الهدايا خايفة عشان حد ياخد منها هدية. بصوا اول ما بصت عليا كده رحت ضارب في وشها الجاتو التورتايه. بصوا عماله تاكل بالتورتايه بايديها كده، يا لهوي ست نوتي قوي 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 قوي. ايه ده يا ست، انت في حد ياكل التورته بالشكل ده؟ ايه ده، ماما بتعمل ايه في الخلاط يا جدعان؟ تعالوا كده نعمل فيها مقلب ونشوف. تعالوا نحط لها ايه ده، حبوب ايه دي، حبوب منوم دي ولا حبوب للاسهال؟ اشربي بقى يا ماما وقولي لنا انت حاسه ايه بعد الحبوب دي. يا لهوي مش قادره تلحق الحمام يا جدعان. طب تعالوا كده نوصلها بالحمام بسرعه بسرعه ونحط لها الكور البابلز دي تحت رجليها. يا لهوي على الجبروت بتاعها، ما حصلت لهاش اي حاجه يا جدعان. طب بصوا تعالوا نشوف نعمل مقلب في عمته ونحط لها برضو مع العصير ده نفس الحبوب يا جدعان اللي احنا حطيناها لماما. حبوب ايه؟ الحبوب بتاعت الاسهال يا جدعان. يا لهوي بطنها وجعتها وشغالة طب تيجي نحط لها ايه، السكوتر ده. تعال نحط لها السكوتر ده. يا لهوي اتزحلقت في الارض، وقعت اغمى عليها يا جدعان. طب وبعدين؟ بصوا المدرسة شريرة عايزة تنط في البول. تعالوا كده نحضر لها مفاجأة جميلة جدا ونملي البول بصوا بالجيلو. بصوا هنفضي كيس الجيلو كله في البانيو. يا لهوي بصوا 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 البانيو كله اتملى جيلو وهي مبسوطة وفرحانة بالجيلو اللي هي. يا مجنونة، في حد ينزل البانيو وفيه جيلو؟ طب بص يا جدعان تعالوا نعمل فيها مقلب انقح من المقلب الاولاني ونفضي. بصوا نفضي شكارة الاسمنت دي في البانيو. بصوا البول كله اتفضى خالص من المية اللي فيه يا جدعان. وبرضه نزلت وما حصلت لهاش اي حاجة. الست دي قوية جدا جدا ومفترية. طب بصوا تعالوا كده، هي مش واخدة بالها نحط لها كده الدبابيس دي على الكرسي. يا لهوي اول ما قعدت عليها واو اتشكت شكة كبيرة جدا. ايه ده، ايه ده، انت جبتي فستان جديد ولا ايه؟ تعالي لما احطلك فيه ايه اقصقصهولك من تحت كده علشان يجي عليكي. هاي بصي زبطته عليكي وخليتك قمر 14. واو حاجة جميلة جدا. الست دي عبيطة، عبيطة جدا جدا جدا. بص الفستان اللي جايباه، بصوا فاكرة نفسها قمر عشان رايحة تحضر بيه حفلة. بصوا تعالوا ناخد ايه البودرة دي ونرشها. بصوا هتفضل دي بودرة الجرب يا جدعان. بصوا شغالة تهرش في جسمها زي المجنونة وعاوزة تروح الحمام علشان خاطر تغسل جسمها مكان البودرة دي. طب تفتكروا ممكن نعمل فيها ايه؟ تعال نحط لها كده. بصوا دي ليفة دي ولا ايه؟ خدي الليفة دي بقى كده يا شيخة وادعكي جسمك كده كويس عشان خاطر ايه الجرب اللي انت فيه ده. بصوا شغالة تدعك في جسمها وبرضه لسه جربانة. يا ست انتي اخلعي الفستان ده بقى خلاص، الفستان ده مش حلو عليك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، برضه لسه معجبة بالفستان بعد كل اللي احنا عملناه فيه كده. طب تعالوا نحط لها كده البودرة دي بودرة العفريت يا جدعان.
تعالوا نحط لها بودرة العفريت دي، اشتغلت هرش في جسمها كله وعاوزة تروح تستحمى يا رجالة عشان بودرة العفريت. تعالوا كده نكسر لها ايه الدش ده. بصوا بصوا، ايه ده، ايه العبيطة دي؟ طب نعمل فيها ايه تاني يا جدعان؟ تعالوا كده نحط لها الرش ده. بصوا الرش ده معجزة، هيخليها ايه، فري كده وبتضحك. بصوا ايه ده، دي هيئ جسمها خالص يا رجالة وفضلت تهرش زي المجنونة. تستاهلي بقى يا شرير عشان تبطلي تجيبي فساتين تاني، انتي اصلا وحشة.